الآن مع البيان الختامي يلقيها الأخ صقر المريسي. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أقرأ البيان حملت أمانة من أخواننا المغتربين في الإمارات العربية المتحدة من أبناء دمت عنهم الأخ محمد حسين الزقري أبو عفاش أن أهدي تحياتهم للقائد والزعيم علي عبد الله صالح حفظه الله. أيضا تحيات الشيخ سنان العجي عضو مجلس النواب الغائب عنا بسبب مرضه في الخارج. بيان صادر عن قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني بمحافظة الضالع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين. وبعد، يتقدم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني بمحافظة الضالع من حضر منهم ومن تعذر حضوره بالتهاني الصادقة للزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ولكل شرفاء الوطن على سلامة فخامته ونجاته من مخططات الغدر والخيانة، وآخرها نفق الحقد والخزي والعار، النفق الذي مهما كان مظلما فإنه لن يكون أكثر ظلاما من عقول وقلوب من خططوا له وأرادوا للوطن الفتنة وللزعيم الفناء. لكن الله أراد للوطن الخير وللزعيم الحياة والبقاء طودا شامخا لا تهزه الرياح مهما اشتدت وعتت. وفي الوقت ذاته فإننا ندين ونستنكر هذه الجريمة الإرهابية الشنعاء ونناشد فخامة رئيس الجمهورية سرعة إيصال المجرمين إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع. كما نؤكد اصطفافنا الكامل مع الوطن ومع الزعيم ومع المؤتمر الشعبي العام. ثانيا، ندين كل أعمال العنف والتقطع والاختطافات وكل أعمال الإرهاب وإقلاق السكينة العامة كيفما كانت وأينما وجدت، ونؤكد أننا لن نكون إلا مع القيم والمبادئ التي ناضلنا وناضل قبلنا من أجلها الآباء والأجداد دفاعا عن الثورة والجمهورية والوحدة اليمنية. ثالثا، نؤيد وندعم كل الجهود الوطنية المبذولة من أجل تجنيب الوطن ويلات الانزلاق في أتون حرب أهلية لا تحمد عواقبها. وفي مقدمة هذه الجهود ما يقوم به فخامة رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام وما يقوم به رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبد الله صالح وكافة قيادات المؤتمر الشعبي العام وكل القوى الوطنية الخيرة، ولا ننسى جهود الأشقاء في دول الخليج العربي. رابعا، نؤكد على ضرورة عودة قناة اليمن اليوم لتلعب دورها الوطني في الساحة اليمنية، واثقين ومتفائلين بأن مناشداتنا ستلقى تجاوبا من فخامة رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام في إطلاق هذه القناة الرائدة من جديد لتغطي ذلك الفراغ الذي أوجده غيابها، معلنين في الوقت ذاته إدانتنا الكاملة لما تقوم به بعض وسائل الإعلام من إشاعات مغرضة وكاذبة تتعمد من خلالها الإساءة للمؤتمر الشعبي العام وقياداته، داعين إلى وجود خطاب إعلامي يدعم الأمن والاستقرار والسلام وينشر روح المحبة والتسامح والوئام، وخاصة في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها بلادنا، مشيدين إشادة كاملة بقناة آزال التي تقوم بدور بارز وفعال لسد الفجوة على الساحة الإعلامية في هذا الوقت. خامسا، يشيد قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني بحكمة الزعيم علي عبد الله صالح التي جنبت اليمن واليمنيين الكثير من ويلات الدمار والتمزق وحقنت دماء اليمنيين، مؤكدين وقوفنا الكامل مع الزعيم علي عبد الله صالح ومع كل ما تحقق للوطن من منجزات خلال عهده الميمون، وعلى رأس كل هذه المنجزات الوحدة الوطنية والنهج الديمقراطي والأمن والاستقرار وروح التسامح والإيثار والأمن والاستقرار، مؤكدين أننا لن نخذلكم يوما ولن نخذل حزبنا الرائد المؤتمر الشعبي العام. وفق الله الجميع إلى خير ما يحبه ويرضاه، والخزي والعار لأعداء اليمن ولا نامت أعين الجبناء، صادر عن قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني بمحافظة الضالع بتاريخ 14/9/2014.